عليكم، انا لم اعتدي على السعوديه. سعيد. انا لم اعتدي، سعيد. وحتى سعيد. الان وحتى بعد القصف نحن لن يا سعيد. اسمع لحظه. نحن لن نعتدي على احد، لا على السعوديه ولا على غيرها. اسمعني. اسمعك. هذه الدولة تدعم التمرد في حضرموت وتدعم الفوضى من أجل أطماع في نفط حضرموت، وبكلام واضح يتكلمون، ما هم مخبيين. هذا عدو يجب أن يواجه ويصارح ويواجه وتحمل ضد السلاح دفاعا عن الأرض. أنت تقول لي إذا سألت نهدي بنعصد، نهدي بيش نهدي مع هؤلاء الناس؟ كيف نتكلم معهم؟ يقول لك أنت موجود في أرضك، أنت تشكل علي خطر. أو كيف يكلمون هذا؟ هاجر من أرضي. يقول لك أن القضية الجنوبية، لحظة، حصل معنا هذا الخلاف. اسمعنا. يقول لك أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكن الجنوبيين يشكلون خطر علي. كيف أفهم هذا الكائن؟ قل لي انت كيف تفهمه؟ كيف تتفاهم معه؟ انا في ارضي بدافع عن ارضي، بيقصف ولا واحد بيتحرك من مكانه. والان في تعزيزات في نفس المكان اللي قصفوا فيه، وتعزيزات، وكل شبر في وادي نحب في الهضبه بيتم تطهيره من الميليشيات التي زرعتها السعوديه. انا اتكلم بصراحه، ولا واحد بينسحب. نحن مش السلاح الإخوان ننسحب من ضربة ولا ب2000 ضربة ولا ب1,000,000 ضربة، لأنه هذه أرض. الإخوان اللي جبتوهم من مارب إلى عدن جاوا إلى أرض مش أرضهم جاوا غزاة. لكن أنت تريد الحضرمي هذا ينسحب من أرضه عشان تعطيها واحد فوضوي يكون وكيل ومتعهد قبلي مثل نظام عبد الله بن حسين الأحمر؟ ما نقبل. وقلنا لكم 1000 مرة، نظام عبد الله بن حسين الأحمر وشيخ المشايخ ما هو من حضرموت ولا يقرب لنا ولا علاقة لنا به ولن نقبله. نحن الحضارم ما بنقبل تعملوا لنا شيخ مشايخ ولو تنتحروا على أبواب حضرموت. ما نقبل عبودية شيخ المشايخ. القبائل عندنا كلها محترمة ومقادمتها محترمين ولهم كل الاحترام وكلهم سواسية. شيخ مشايخ هذا جربتوه في عمران وفي صنعاء وفشلتم 70 سنة، ما يمشي عندك. تقول لي قضية جنوبية عادلة وتقصف عيال في الهضبة، وتقول لي أنا حدودي مهددة وأنت تقصف قريب المكلا على بعد 100 كيلو من المكلا. يعني الكذب والتضليل علينا أن نهادنه، علينا أن نتكلم بلغة هادئة. عيب عليكم يا إخواني، عيب. اسمحوا لي